ما تقعدش لوحدك ابدا. ما تقعدش لوحدك ابدا. كلمة قالها أحمد أبو زيد والصراحة وقفت عندها كتير جدا وما عدتش عليا بالساهل. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: عليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، يعني اللي سابت صاحبها وبعدت أو ملهاش صاحب. وطبعا بما إني دارس الوحدة دراسة عميقة جدا فأنا مؤيد وبشد وبكرر تاني: ما تقعدش ولا تعود نفسك على القعدة لوحدك. ما تنعزلش بشكل كامل عن العالم، لأن من أخطر أضرار القعدة لوحدك هو انفراد الشيطان مع نفسك ضدك، ودي حرب صعب جدا تنتصر عليها لو أنت إنسان ضعيف قدام أي شهوة بعينها أو كل الشهوات. الشيطان بيصطاد اللي قاعد لوحده وبيدخل له من كل الأبواب لحد ما يوقعه في أي ذنب وبأي شكل. وخد بقى عندك تفكير كتير بيحرق في وقتك، وتأجيل كتير لحاجات مهمة عشان مزاجك مش جايبك، ووجع قلب كبير كل ما تفتكر أي خازوق أو مقلب كان سبب انك تقعد لوحدك. وانت قاعد لوحدك الشيطان بيبقى في اقوى حالاته معاك، وبيعرف يطلع منك بنتيجة اكبر بكتير من انك تكون قاعد في مكان فيه ناس حواليك. ولكن مش معنى كده انك تختار صاحب يجرك لنفس اللي هيجرك ليه الشيطان، لان في برضه حديث بيقول: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. وفي مثل بيقول: الصاحب ساحب. قول لي انت بقى، بتقعد لوحدك كتير ولا معظم الوقت مع اصحابك وفي الشغل؟ صلى على النبي.